بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم تعلمون أن المعلم حين يقف أول مرة أمام طلبته الذين هم سادة وأعلام يتمثل قول قائل: ماذا أقول؟ فمي يفتش عن فمي، والمفردات حجارة وتراب. أو قول الخضر حين وقد وقف موقفا محرجا قال: ماذا أقول أمام جمع عالم فيه الفقيه وحامل القرآن؟ أنا سعيد بوقفتي هذه أمامكم لأتعلم منكم، وأنتم تعلمون أن العلم هو مفتاح الدنيا وسبيل الآخرة. من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. ولعل القرآن الكريم حينما ذكر لفظ العلم والتعلم أراد أن ينبه كل من يسلك سبل المعرفة إلى أنها سبيل السعادة ومفتاح العقل وإمكانية معايشة الإنسان للوجود الذي هو فيه، لأن الله تعالى قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال: فوق كل ذي علم عليم. لذلك فالعلم أشرف شيء، كما قال الشاعر أيضا. قال الشاعر العربي: من لم يكن فيه علم لم يكن رجلا، تعلم العلم واعمل ما استطعت به، فالعلم زين لمن بالعلم قد عمل. لهذا أوصي نفسي وإياكم أن يكون العلم والعمل متلازمين مع بعضهما البعض، لأن العلم يحتاج إلى الهمة والإخلاص، التواضع، المذاكرة الدائمة. تذكرون قول القائل: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأفصلها لك ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. إذن فالعلم مطلوب الدين ومراد الله، وهو الفيصل بين الخير والشر، بين الظلمة والنور. فلا يمكن أن تبنى الحضارة بالجهالة، ولا يمكن للملك أن يبنى على جهل وإقلال. هذا كان أجمل ما قال الدكتور الجزائري مبروك زيد الخير أمام دعاة ودكاترة العالم الإسلامي. شكرا.